رياض المالكي المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني محمود عباس قال اليوم في تصريح لقناة سبوتينج الروسية بأن إسرائيل رفضت السماح للرئيس بدخول قطاع غزة. أضاف المالكي بأن الرئيس لم يطلب الإذن، لكنه أعلن أنه سيذهب إلى غزة، وعلى الفور كان الرد الإسرائيلي مفاده بأنهم لن يسمحوا للرئيس محمود عباس بدخول القطاع، وهذا يعني فقط أن غزة تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي. لكننا حسب ما يقول لا نطلب الإذن من المحتلين الإسرائيليين حتى يتمكن السيد الرئيس من زيارة أي جزء من الأراضي الفلسطينية. هذا وأوضح وتابع المسؤول أن السلطات الفلسطينية ترفض قبول هذا الوضع، وعلى الرغم من الاعترافات أو من اعترافها بحقيقة الاحتلال. وأوضح المالكي بأنه كان الرئيس يعلم مسبقا بأن إسرائيل لن تسمح له بالذهاب إلى غزة، ولهذا السبب طلب الدعم والضمانات الأمنية من مجلس الأمن الدولي من أجل التغلب على الرفض الإسرائيلي لدخول القطاع.